وأخيرا حصل ما كان ينتظره المغاربة منذ سنوات، ألا وهو تحالف الجيش المغربي والجيش الموريتاني لمحاصرة وضرب الميليشيات الجزائرية. هادشي اللي غادي نشوفوه في هذه الحلقة جديد، أخبار يعني كما كنقولوا طازجة سمعناها من قبل أيام، ولكن بعد انتظرنا حتى نحللها نتحقق منها، وأمور مهمة جدا. فبسم الله وعلى بركة الله. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للأسف أقولها، أغلب الضربات أو أغلب الاختراقات للحدود المغربية تأتي من الحدود المشتركة مع موريتانيا. كيف ما كنعرفوا بأن الحدود المغربية مع الجزائر الحدود مؤقتة، فهي محمية بشكل 100%. علاش؟ لأنها لا تتعدى 9 كيلومتر إلى 10 كيلومتر هو المنطقة اللي كانت عازلة، فبالتالي أي دخول لجماعة البوليساريو أو عصابتهم فيتم الرد عليه مباشرة حتى ولو بالمدفعية المغربية، لأن المسافة قصيرة. فهم اش كيديروا؟ كيمشيو للحدود الموريتانية، لأن الجيش الموريتاني لا يستطيع حماية واحد المساحة اللي هي طويلة جدا وكبيرة جدا، مكلف هذا الأمر. كيدخلوا في إطار حرب العصابات، كيضربوا وكيهربوا، في بعض الأحيان كيضربوا قبل ما يضربوا كيتضربوا. وقلنا لهم راه هذيك هي كتسمى عند الجيش المغربي أو عند المغاربة عملية تشاش مع 12. كيدخل كيطفالوا الضوء، هذه هي العملية المغربية. فبالتالي المشكل اللي كيجينا دائما كنقولوا هو من الحدود الموريتانية. هنا يطرح السؤال، علاش ما نحيدوش المنطقة العازلة؟ قلنا في أكثر من فيديو بأن هناك مؤشرات تقود إلى أن المغرب سيزيل المنطقة العازلة نهائيا. اليوم راها مزالة. إلا جينا نفكروا غير شنو هي المنطقة العازلة، المنطقة العازلة هي واحد المنطقة بين دولتين فيهم الحرب كنخليوه يدخلوا فيها المدنيين. لكن اليوم مادام المدنيين ما كيدخلوش والمغرب يبندر كل من تسول لنفسه الدخول بدون إذن إلى الأراضي المغربية، فنقدروا نقولوا اعتباريا أنها راها ما كايناش منطقة العازلة. لكن فوقاش غادي نزيدوا هذاك الجدار الدفاعي إلى الحدود مع موريتانيا؟ هنا يطرح السؤال. قلنا كاينه مؤشرات على هذه المسألة أنها قريبة وإن شاء الله غادي إن شاء الله نوصلوا لها. المشكل هو أنه كان سؤال منين غادي تحيد المنطقة العازلة ويتزاد الجدار العازل المغربي؟ إلا جات شي هجمة من موريتانيا فمن سنعتبر أنه قد هجم علينا؟ هل البوليساريو رغم أن الهجوم جاي من موريتانيا، أم أنه الجيش الموريتاني وخا أو موريتانيا هي المسؤولة عن هذه العمليات، رغم أننا متأكدين بأن العملية جاية من عند الميليشيات الجزائرية ديال البوليساريو؟ هذا السؤال أرقى كثير من المغاربة، لكن اليوم الجواب من عند الجيش المغربي والجيش الموريتاني. قائد أركان القوات الجوية الموريتانية يزور المغرب ويستقبل من طرف مفتش القوات الملكية الجوية المغربية. إذن إلى شفنا من قبل كانت مجموعة من اللقاءات وزيارات وتبادل ديال اللقاءات ما بين الجيش المغربي والجيش الموريتاني، كان إما قائد الأركان إما سلاح البر شيء من هذا القبيل. فكانت هناك مجموعة من المساعدات، مجموعة من التكوينات ديال الجيش المغربي للجيش الموريتاني. اليوم وأول مرة غادي نهضروا على لقاء بين الجيش المغربي والموريتاني، ولكن في سلاح الجو. كنقولوا سلاح الجو، نعلم جيدا، أنا عرفتكم أذكياء وفهمتوا المغزى، أن الجيش المغربي سيطور قدرات الجيش الموريتاني ويساعده على حماية الحدود بسلاح الجو. المغرب ولات عنده سلاح الجو وحماية الحدود بالطائرات، سواء المقاتلات F-16 أو لا اللي تم استعمالها في تمشيط المنطقة جهة تيفاريتي وبير الحلو وغيرها، أو الطائرات مسيرة البيرقدار TB2 على الأخص، أصبح يدرس في الجامعات العسكرية. هنا الحديث على جوج ديال المسائل. أولا، شنو هي الأسلحة اللي ممكن المغرب يوفرها للجيش الموريتاني عن طريق من أو من غادش؟ وثانيا، هل الجيش الموريتاني ضد من سيستعمل هذا سلاح الجو؟ اسمعني، لأن المسألة فيها حتى الفاغنر. كيفاش؟ أول شيء الحديث عن مقاتلات ميراج المغربية. هتقول لي جاب ميراج الهضره؟ المغرب سيتوصل ب30 ميراج
إماراتية عطاتها للمغرب هدية. وافقت فرنسا كذلك على لأنها ميراج صنع فرنسي، وكان ضروري موافقة فرنسا باش المغرب يستلم هذا الميراج. تمت الموافقة. 30 ميراج الإماراتية من أحدث المقاتلات من هذا النوع. بالتالي هناك ميراج، المغرب عنده ميراج ولكن ستخرج الخدمة قريبا، فبالتالي سيتم إعطاؤها. هذه قراءات، وبعض المحللين تحدثوا عن هذا الموضوع، أن المغرب سيعطي هذا الميراج هذه لموريتانيا، لربما بمشاركة فرنسية ليتم تطويرها، لأن كما قلنا قريبا تخرج يعني الخدمة، يتم تطويرها وإعادة الصيانة ديالها والتجديد والتحديث ديالها. هذه واحد. أتقول لي فرنسا شنو الربح ديالها؟ ياك هي عندها الربح أن المغرب المغرب والجزائر يبقاو في حرب، ويبقى هذا الشيء نايض وهذا الصداع فرق تأسود. فرنسا عندها مغزى آخر وربح آخر، هو أن هذه المقاتلات سيتم استعمالها سواء في الحدود المغربية الموريتانية أو الحدود الموريتانية المالية خصوصا، ودخول الفاغنر لمرتين إلى قرى داخل العمق الموريتاني جايين من مالي. والفاغنر فرنسا تريد فشل الفاغنر، لأن الفاغنر هم اللي خرجوا فرنسا من منطقة الساحل، فبالتالي تريد للفاغنر الفشل، وستساعد موريتانيا على تحقيق ذلك وعلى حماية حدودها. الموضوع الثاني اللي هو طائرات المسيرة وخصوصا البيرقدار. هل سيشتري المغرب البيرقدار ويعطيه لموريتانيا؟ ربما. هل سيكون المغرب مساهم بنسبة في هذه الطائرات؟ ربما. هل سيكون المغرب مساعد لموريتانيا للحصول على صفقة من تركيا وتدريب مشترك مع المغرب ومناورات مغربية في هذا المجال، خصوصا وأن تركيا لن تمنع بيع البيرقدار إلى موريتانيا، خصوصا أن المغرب موافق، لا مشكلة لدى المغرب مع موريتانيا، ليس كما الجزائر بغات تشري البيرقدار قالت لها إلا بغيتي ما ديرهاش في الحدود المغربية، ديرها في الحدود مع مالي، لأن المغرب يعارض والمغرب شاري من عندهم، ما يمكنش تتبيع لي أنا وتبيع العدو ديالي نفس السلاح. وهذه أمور يتم التوقيع عليها والاتفاق عليها. فقلنا بأن المغرب سوف يكون عامل أساسي في إجراء هذه الصفقة مع تركيا، خصوصا أن تركيا تريد استثمارات فلاحية في موريتانيا، راه دونون دونون كما كيقولوا، يعني رابح رابح. تركيا تعطيكم نعم سيدي سلاح، خصوصا أن تركيا ماشي أول مرة، فتركيا أعطت أو أهدت بالمجان 4 طائرات مسيرة بيرقدار تيبيتو لتونس، كانت دايره معها صفقه شويه تراجعت تونس، قالت لهم انا ما بقاش عندي فلوس باش نشريها، فقالت لهم ممكن تخلصوا غير النص ديالها، فتونس عاود رجعات في الكلامه وقالت لهم ما عندناش باش نخلصوها، فتركيا قالت لهم انا نعطيكم هاد 4 هديه، ولكن على اساس ديروا معايا صفقه باش تشريو 4 اخرين. فتركيا ممكن انها تعطي طائرات مسيره بالمجان لموريتانيا او بثمن او بنصف، هذا من جهه. ممكن كذلك حلف الناتو يتدخل في هذه المسألة بطائرات مسيرة أخرى، خصوصا المغرب شريك استراتيجي. حلف الناتو يطلب من موريتانيا أنه يدير قاعدة عسكرية في شمال موريتانيا. حلف الناتو من مصلحته مواجهة الروس والفاغنر في شمال إفريقيا، فبالتالي وجود المغرب مع موريتانيا وهذا التحالف الجيشين سيكون بمثابة ضربة قاصمة للجزائر، سواء في الحدود مع لضرب البوليساريو أو لضرب الفاغنر، أن الجزائر تستعمل حتى الفاغنر في مالي لإرهاب وإخافة وإرعاب الموريتانيين. إذن فكل هذا يحيلنا على أن الباطل سوف يتم هزمه وسحقه إن شاء الله، وبأن التحالف المغربي الموريتاني غادي في الطريق الصحيح. بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. خليونا آراءكم في التعليقات، وشكرا لكل واحد كيقدر المجهود اللي كنبذلو في هذا المحتوى وكيدعمنا بالضغط على زر الإعجاب، شارك في القناة، شويه ديال البارطاج. دمتم في رعاية الله. مغربي وأفتخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.